السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي المتابعين، الإمارات تعرف أسود أو أحلك أيامها. تكون نشرح لكم بشوية بشوية أحبائي المتابعين. لماذا؟ لأن النفوذ نتاعها في اليمن انتهى إلى غير رجعة، وذلك بضغوطات سعودية فرضت على الإمارات الخروج من اليمن بخيبة أمل وبخفي حنين، حتى أنها اضطرت أن تقول في بيان أنها بالتعاون أو بموافقة أو تفاهم مع الأطراف اليمنية خرج آخر جندي لها من اليمن. والدليل على أنه لا يوجد أي مكان لليمن للإمارات باليمن هي السيطرة الكلية، السيطرة الدبلوماسية الكلية على اليمن، حيث أكدت السعودية اليوم أنها ستستثمر في اليمن وستقدم كهدية 500 مليون دولار للتنمية. يعني غادي تحط بثقلها التنموي في اليمن، وتريد أن يكون هناك وئام مدني على شكل الوئام الذي عرفته الجزائر. يعني كل الفصائل وكل الأطراف تلتقي وتتفق على أن تكون اليمن واحدة موحدة بمساعدة دبلوماسية وضغوطات سعودية بعدما طرد شيطان العرب أسوأ طردة. وحنا شفنا أن زعيم الانفصاليين الذي كان من المنتظر أن يكون في الرياض في لقاء أو قمة بين كل الأطراف اليمنية لإيجاد موقف أو قرار نهائي ورسمي ونقطة تفاهم بين كل الأطراف باش يلقاو حل نهائي للصراع اللي عرفته اليمن بسبب التدخل الأجنبي اللي كان السعودية طرف فيه، باش ما نكذبوش. ولكن ربما السعودية دخلت في هذاك الصراع على أساس أنه الأمور ستكون يعني نهايتها قريبة، وما كانتش تنتظر أن يكون الدور الإماراتي بهذا الدور الكبير لتفتيت اليمن ولفرض السيطرة، يعني فرض القوة الإماراتية كزعيم للخليج عن طريق اليمن. وشفنا كما قلنا لكم زعيم الانفصاليين الذي هرب بمساعدة الإمارات إلى أرض الصومال التي اعترفت بها إسرائيل وحدها، وطلبت أرض الصومال الحماية من إسرائيل. وشفنا كيفاش أنه الإمارات اعتمدت الجوازات السفر نتاع أرض الصومال ووضعت على جنب الجوازات السفر الصومالية. شفنا كيفاش هرباتوا ومن أرض الصومال التي اعترفت بها إسرائيل وحدها، وهذا يعتبر اعتراف إماراتي بأرض الصومال أيضا، يعني ضمني ولكنه حقيقي، بدليل أنها هربت من أرض الصومال إلى الإمارات. اليوم أحبة متابعين، يعني شفنا أنه السعودية حطت برحالها وبثقلها في اليمن، وأصبحت هي ماشي صاحبة القرار، وإنما وضعت حد لهيمنة الإماراتية، والتي كانت وراء ما يحدث من تفتت ومن مجاعة ومن عنف ومن مشاكل تعرضت لها اليمن. وقالت أنه الحل لن يكون بتفتيت اليمن وإنما بالاستثمارات، وكي نقولوا استثمارات سعودية فهي استثمارات ثقيلة، بالإضافة كما قلت لكم ل 500 مليون دولار كمساعدة، يعني بدون مقابل. وبذلك استرجعت السعودية مكانتها كزعيمة زعيمة الخليج في الأمور السياسية. وحنا رانا نعرفوا أن السعودية لم تكن لتتصرف هكذا لولا دعم أو ضوء أخضر أمريكي. وهنا رانا نشوفوا أنه أوراق نتاع الإمارات بدأت تتلاشى، يعني كملوا الخدمة بها. النقطة الثانية هي ممثل الصومال الذي وصل إلى الجزائر وقدم رسالة خطية من رئيس الصومال إلى الرئيس الجزائري، وهذا يعني أنهم
يعني يتفقون مع الجزائر في موقفها من الإمارات. ما تنساوش أن الإمارات قطعت كل العلاقات مع الصومال. أحبائي المتابعين معذرة، قطعت كل علاقاتها مع الإمارات وحملتها مسؤولية ما يحدث بالصومال. ولما نقول أنه مباشرة بعد القطع العلاقات يأتي مبعوث الخاص للرئيس الصومالي ليقدم رسالة للرئيس الجزائري، فهذا معناه أن رؤيتكم والكلام تاعكم على الإمارات كان حقيقي. وحنا شفنا التقرير الناري الذي قامت به القناة الجزائرية حول الإمارات، والتي سمت الأشياء بمسمياتها، أن الإمارات هي شيطان العرب وهي سرطان العرب، وهي كلما كانت يد الإمارات كلما كان الخراب. وراكم تتذكروا بعد هذا التقرير كل القنوات العربية والمحللين قالوا أن الجزائر تكلمت بلغة غير دبلوماسية وغير موضوعية، ويعني تنم عن قلة الخبرة. وأنا قلت لكم هذاك الوقت أن هذا هو النظرة الاستشرافية للجزائر، وغادي نوصلوا إليها طال الزمن أو قصر. وشفنا أنه المحللين السعوديين والقنوات السعودية والصفحات السعودية تعيد أنبوكل، يعني باستمرار، التقرير بصوت الصحفية الجزائرية عن الإمارات. وراني نقول لكم الأوراق الإماراتية بدأت تتلاشى، وأصبحت يعني عريت في الصومال، عريت في اليمن، عريت في السودان، وستعرى بحول الله تعالى. يعني احنا رانا عارفين أيديها الوسخة في أيديها الوسخة الشيطانية في ليبيا على يد حفتر الذي كانت تهددنا به. وكانوا أبواق المغرب يقولون راكم جايين، راه جايكم حفتر وراه في الحدود نتاعكم. وشفتوا الضربة كيفاش كانت، وشفنا يعني السعودية كانت ساكتة ومطفية الضوء، لأنه كانت تعرف أنه الإمارات راه عندها حليفين كبيرين اللي هما إسرائيل، وطبعا لما نقول إسرائيل نقول أمريكا. تغاضت الطرف على بعض الأمور حتى وصلت كما نقولوا وصلت للعظم، حتى أصبح الانفصاليون يهددون الحدود السعودية. يعني الإمارات شفت كما نقولوا نفخوهم حتى صفعوهم. يعني الإمارات صار لها كما العراق، يعني لما أعطتها أمريكا الضوء الأخضر ل يعني غزو الكويت، يعني وكانوا يظنوا أنه أمريكا غادي تكون في كتافها، إلا أنه يعني كلنا نعرفوا القصة نتاع صدام حسين والنهاية نتاعو. وكان الأمر يعني كيفاش نفخت أمريكا وساركوزي القذافي حتى ظن أنه يعني كل الأوراق بيده، وشفتوا النهاية نتاعو. المهم راني نقول لكم أنه السعودية لما وصلت يعني الإمارات بسفنها والبواخر مدججة بالسلاح للانفصاليين الذين كانوا يهددون الحدود السعودية، لما وصلت العظم قنبلت البواخر وأعطت للإمارات 24 ساعة باش تغادر اليمن. وكان الأمر كذلك. يعني احنا شفنا أحب المتابعين أننا بحكم قضائي استرجعت الجزائر أراضي هكتارات من الإمارات التي أعطيت بثمن رمزي، يعني مقابل مشاريع للإمارات. وما شفنا في وقت بوتفليقة الله يرحمه، يعني في العهدة الثانية تاعو، لما كنا عارفين أنه لم يكن ليحكم ولم يكن هو الحاكم الحقيقي، يعني لم يكن يقود البلاد، وكنا نعرفوا كاملنا نعرفوا شكون اللي كان يحكم في هذاك الوقت. المهم قلت لكم أنه الجزائر استعادت والحمد لله يعني هذه الأرض بأمر قضائي، وما زالت في الطريق لاستعادة المشاريع الكبرى اللي كانت بأيادي، يعني مثل التبغ اللي هي ثاني اقتصاد من بعد سوناطراك، والذي يعني القضية ستكون ناجحة بالنسبة للجزائر. المهم كما قلت لكم الإمارات عريت، وما يعني
هي كما احنا نقولوا بسبب الاستثمارات اللي في انجلترا وفرنسا والشكاير، يعني آلاف مئات المليارات اللي في أمريكا. بالرغم من ذلك لن تستطيع هذه الدول العظمى أن تغض الطرف أكثر من ذلك، يعني رخاو لهم الحبل حتى أنها استغلت ذلك وحسبت روحها أن تشابل. ولكن هيهات، لا كان نقول لكم لا يوجد مصلحة دائمة، لا يوجد أخوة دائمة وصداقة دائمة، وإنما مصلحة دائمة. لما تنتهي مصلحتك بمصلحتي معك وتبدأ مع غيرك فسأتخلى عنك. المهم أحبائي المتابعين، كما قلت لكم الرسالتان واضحتان، السعودية من جهة مع اليمن، والجزائر مع الصومال، والإمارات راهي قبل يعني شهور كانت لها زمام الأمور، وكانت يعني تقول بما أنني أنا عراب التطبيع وأنا أقود التطبيع فإنني أملك الحماية الإسرائيلية، وبما أنني أملك الحماية الإسرائيلية فإنني أملك الحماية الأمريكية. أصبحت هذه اللغة لا تنفع، بدليل رانا نشوفوا أنه هناك ضغوط خارجية اللي من بينهم السعودية وقطر، اللي طلبت من أمريكا شخصيا أنها لا تتدخل في إيران ولا تقوم بهجوم على إيران حفظا للأمن نتاع الخليج، وسترضخ السعودية لذلك. إذن الثقل اللي كانت تلعب عليه الإمارات بسبب التطبيع لن يؤتي بنتائج في الفترة هذه، لأنه كيفاش نقولوا الفضائح الإمارات أصبحت أكبر من أن تغطيها أي دولة. شكرا لكم على المتابعة، ونخليكم مع الرؤيتين: الصومال، اليمن، السعودية، الجزائر. تحية من وهران، ليلتي الأخيرة قبل السفر. مع السلامة. رانا والله العظيم باش نكملها معكم اليوم حريرة ورقيق، راكم معزومين. مع السلامة. تحياتي القلبية لكل الأحبة المتابعين في كل مكان. مع السلامة.